اوبا، الاستاذ عفت نصار يخرج عن صمته. الاستاذ عفت نصار يخرج عن صمته وبيقول لك احنا مش هنعمل استاد زي الاهلي. لا 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 لا، الاهلي عمل استاد علشان ما عندوش استاد، انما احنا نادي الزمالك عندنا استاد. نادي الزمالك عنده استاد يا جدعان. ده عفت نصار اللي بيقول الكلام ده. ايه قصه الاستاد وايه هو الاستاد اللي بيتكلم عليه الاستاذ عفت نصار؟ ده اللي احنا هنتكلم عليه في الفيديو. لايك وشير يا اخواتي يا اهلاويه علشان الضحك جاي كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وفيديو جديد على الفيسبوك. اخوكم لمس الاهلاوي. الزمالك عنده استاد يا جدعان واحنا ما نعرفش. عربيه الكشري اشتغلت ولا ايه يا جدعان؟ عربيه الكشري كرامتكم كده والدنيا ماشيه زي الفل فيها وجابت لكم فلوس تبنوا بيها استاد. ايه القصه؟ ايه القصه يا عم عفت نصار؟ فاجئتني، خضتني يا عم عفت نصار، خضتني يا حاج عفت نصار. عفت نصار طالع النهارده بيقول تصريح في منتهى الضحك، والله العظيم في منتهى الضحك يا جدعان. بيقول لك الاهلي عمل استاد علشان ما عندوش، انما الزمالك ما عملش استاد زي الاهلي. ليه؟ لان الزمالك اصلا عنده استاد، والزمالك اول نادي في افريقيا يبقى عنده استاد. ايه هو الاستاد ده يا عم عفت؟ قال لك استاد القاهره. ايه الضحك ده يا جدعان؟ اسمعوا بس مني للاخر، خدوا الكلام مني للاخر يا جدعان، ولايك وشير وكومنتات كتير ومنشروا لعم عفت نصار يفهمنا ايه الموضوع ده يا جدعان. بيقول لك استاد القاهره اصلا بتاع نادي الزمالك ومبني علشان نادي الزمالك، واول فريق لعب عليه نادي الزمالك. طب ازاي يا بائس يا محلي؟ طب ازاي يا بائس يا محلي؟ واصلا الزمالك 1913 والاهلي 1907. ايه الضحك ده يا جدعان؟ هاتوا لنا الضحك من زاويه ثانيه. يعني استاد القاهره اللي اسمه استاد القاهره من ساعه ما اتنشأ ده بتاع الزمالك وكان معمول للزمالك. يا جدعان بقى، يا جدعان بقى كفايه ضحك يا عم عفت نصار. انت زودت في الشطه، واحنا قلنا كتر الشطه يجيب بواسير، والدنيا مش مستحمله، والدنيا مش مستحمله يا جدعان. خفوا كشري شويه وخفوا شطه شويه يا جدعان. كفايه شطه امام عاشور. انا مش عارف انتوا ازاي بتحطوا شطه وانتوا عندكم امام عاشور. امام عاشور مشطشط الدنيا خالص في 100 عقبه يا جدعان، واستاد النادي الاهلي شطشط الدنيا اكتر واكتر. وطلع عفت نصار يقول كلام في منتهى الضحك. استاد القاهره اتعمل علشان الزمالك وهو اصلا استاد الزمالك، وطالما الاهلي عمل استاد جديد يبقى المفروض اداره نادي الزمالك تبلغ اتحاد الكره ان هم يغيروا اسم استاد القاهره لاستاد الزمالك. يا جدعان كفايه رص، ما ترصلوش كشري تاني يا جدعان. هو كده اكتفى، هو كده اكتفى يا جدعان. انا مش عارف انتوا بجد بتجيبوا الكلام ده منين. يعني ده اعلام زمالك؟ ده اعلام كوره؟ ده اعلام نادي المفروض بيقول على نفسه انه اكبر نادي او من اكبر الانديه في مصر؟ ده اعلان نادي بيقول على نفسه ان هو بطل افريقيا؟ في ايه يا جدعان؟ يا جدعان كفايه ضحك يا جدعان. عرتونا، عرتونا استاد القاهره ايه يا بائس يا محلي اللي انت؟ هو حجز كوره يا اسطى؟ هو انت مفكرها حجز كوره؟ انت مفكر القصه دي حجز كوره؟ يعني رؤساء الانديه بيروحوا يحجزوا في الملعب؟ انت ماشي، انت الدنيا ماشيه عندك حجوزات، واللعيبه اللي عايزه تتمرن تتمرن، واللي مش عايزه تتمرن ما تتمرنش. خليك بقى في نفسك وفي ناديك، وبلاش ايه تطفح علينا بالاخبار اللي تضحك دي يا عم.